هي غرفة رقم 22 غرفة القيادة. هي القيادة الإلكترونية الغرفة رقم 22. طبعا هي الغرفة ما أنا منتهية، بس بقالي راح يكون نحن الآن أمام 4 شاشات صغيرة. في هون بالغرفة 10 شاشات تقريبا بالغرفة، بس بأماكن مختلفة يعني. طبعا هون غرفة القيادة، طبعا أنا مو هو مكاني، طبعا راح أروح على المكان الآخر هنيك. تفضل. طبعا هون غرفة القيادة غير منتهية، بس عندما بتنتهي ما بس اصابع ايدي ال10 راح تكون مشغوله، حتى اصابع رجلي ال10 راح تكون مشغوله. طبعا كلها راح يكون مقاييس وعدادات بكل الاماكن، وين ما نظرت الى هذه الاماكن. عندما بكون عندي قضيه مستعصيه انا مساوي غرفه داخل هذه الطاوله. داخل الطاوله هي حليت كثير قضايا كثيره جدا، وعندما تنحل المشكله داخل الطاوله في عندي ممر من الطاوله الى المختبر، فورا بنزل مباشره الى الطابق الادنى والادنى مشان حل المشكله ووجه الشباب الى انه كيف يعني ياخذوا تعليمات. اذا كان الشغله فيها تفكير وفيها مخططات، في عندي غرفه اخرى فوق. طبعا في عندنا غرفه داخليه جوا اسمها القياده اثناء الاستراحه. القياده اثناء الاستراحه طبعا هي لها مواصفاتها من الهدوء ومن السكينه يعني. طبعا قد انت تستغرب انه في عده ابواب. هاي اول باب. تفضل شريف. والمخططات تحاصرنا في كل مكان كالعاده. ايوه المخططات الالكترونيه. هي باب رقم 2. تفضل هون. هي صرنا ثالث باب ودخلنا على الباب رقم 4. هذا المكان هذا طبعا انا فاتني لكم انه كل الابواب مصممه عندنا، كانت عند النجار. طبعا الباب هي اللي خشبيه. قبل ما يسكر ابواب كلها ادخلت فيها اجهزه الكترونيه. طبعا كل الابواب اذا بدي احكي انا كلها بتحكي، فكلها موجوده جواتها سماعات وميكروفونات، وكلها موصله عن طريق المفاصل هذولي. طبعا هذه الغرفه طبعا غرفه القياده اثناء الاستراحه. طبعا هون استراحتي، وطبعا انا غالبا نومي قليل كثير، فبستغل هالفتره الزمنيه بقود اعمالي كلها ضمن الشاشات والاتصالات. تفضل. هاي الغرفه اللي هي يمكن تكون اغرب غرفه في العالم. طبعا الغرفه هي تصميمها غريب كثير يعني. الرفوف ما في رف فيها، ما في دخله، ما فيها درج، ما فيها مكان. الوظيفه هامه جدا جدا يعني. طبعا فيها الغرفه كل شيء بالنسبه لي يعني، المراجع، المخططات، الوثائق العلميه عن طريق التلفزيون. عندي دائما على صله مع الوثائق العلميه والافلام العلميه الالكترونيه خاصه، يعني انا مغرم فيها كثيرا. فحتى ما ضيع وقتي انا عم اشاهد، بكون عم اقود الاعمال تحت، واحيانا اذا قدرت نام في كبسه معينه بكبسها يعني. اذا بدي انا انعست لازم فورا يلتغى كل شيء اسمه ضوء وصوت، ولا اي تشويش خارجي. يعني احيانا انا بالذات بكون قاعد مثلا بسمع صوت يعني هلا ما بسمع صوت من الحاره، فهون انا مسوي حواجز. اول حاجه يعني هالغرفه اذا بتلاحظوها كأنها صومعه موجوده حواليها كل عوازل من كافه الجدران، حواجز خشبيه كلياتها. طبعا مشان التهويه انا مساوي طريقه للتهويه، حتى اذا كان شوب كثير في هون ممر من فوقي تجي التهويه من الممرات اللي من بين الغرف كلياتها هي عن طريق الفروق الحراريه. طبعا انتم عم تسالوني على الامور الالكترونيه بشكل عام، بس اذا شفتوا الامور الانشائيه في هذا المختبر قد يعني كثير امور ما صورتوها. ممكن تفضل تصريح هوني ايوه. الحقيقه هذا على هاي غرفه بتستقبل فيها عائلتك. هي العائله والاولاد اللي هي عباره عن طبعا زوجه. طبعا زوجتي طبعا بدون شك يعني. انا اكيد يعني هالشيء شايفينه هالاعمال والانجازات يعني. لو ما في شيء ايجابي بالبيت ما كان هالشيء تحقق. هذا تدين لزوجتك بالكثير كثير جدا يعني، وخاصه بتربيه اولادي يعني. انا بعملي كثير مشغول يعني، جدا جدا مشغول، فهي عم تغطي هالامر هذا. ومشجعه جدا متعلمه زوجتك؟ طبعا متعلمه طبعا. ولاخذ العلم انه زوجتي هلا هي الدكتوره رفيده حباش. اخذت بكالوريا هي متزوجه، واخذت ليسانس. اول ليسانس هي متزوجه، وثاني ليسانس والماجستير والدكتوراه، وكانت من الاوائل. طبعا هنا غرفه رقم 21. طبعا هي كباقي الغرف فيها حقول الكترونيه، بس فيها مجسم شيء غالي علي كثير. المجسم المشروع هذا طبعا واصل الى هذا المكان. فوق في الاعلى في 3 غرف. في الاعلى في غرفه من الاخرانيه هو غرفتي الخاصه في انا يعني. انا اطمح انه يكون عندي مكان خاص للتفكير. انا لي طريقه معينه بتفكيري، لي شروط معينه. هالشروط ما كانت تتحقق يعني.
واحيانا هالشروط عندما تتحقق معي، يعني احيانا انا ابحث على نصف ساعه ما بحصل، احيانا بالاسبوع مره، احيانا بالاسبوعين، احيانا بالشهر ما بحصلها. يعني بس عندما بحصلها بيكون في طاقه كبيره كثير ممكن اقدمها لوطني. طبعا انا حقيقه شو يعني بدك من هالدنيا يا أستاذ؟ والله انا يعني اتمنى انه الخير يعم على الجميع، وكلاتنا هيك يعني نخدم الوطن. كلاتنا الوطن عباره عن بناء، منك لبناء ومني لبناء من الشباب لبناء، بيعمل الوطن كلاتنا، نتعاون سوا، نقدم سوا، يكون عندنا اراده، حب للوطن. طيب احنا ما في مره شي مره تساءلنا انه ليش دائما الناس علينا الغزوات، التتر، المغول، الصليبيين، وليش الله خلق عنا سيدنا ابراهيم وسيدنا محمد وسيدنا موسى وكل الانبياء بهالمنطقه؟ معناتها الناس يعرف قدس المنطقه تاعتها والمنطقه اللي احنا ما نعرفها، فنحن اولى الناس انه نقدم لها، اولى الناس الارض نتبارك فيها ونحافظ عليها ونحبها ونعطي ونساعد سوا في امور كثيره بتخلينا ننشد الى هذه البقعه. قديش بتحب وطنك وقديش بتحب أولاد بلدك؟ والله هو يعني وطني هو يعني في كل ذره من وجودي، من حياتي، في كل قطره من دمي، يعني فلذلك يعني مهما عملنا ليل نهار يعني نكون ادينا جزء من واجب الوطن نحونا، وهذا هو اساس حياتنا كلها. وان شاء الله ربنا عز وجل بيعيننا ونتعاون كلنا سوا بحيث نفيد الوطن.